السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب أشوفكم كده من المقبولين في الكليات والمعاهد العسكرية، ويا رب كل نفسه في حاجة يحققها. مبدئيا كده يا رجالة، أنا والله العظيم مش بطول في الفيديو، هو بس الفيديو بيكون الكلام بتاعه كبير، فأنا بحاول إن أنا أجمع لك الفيديو ده يعني الكلام ده كله في فيديو مختصر عشان ما أطولش عليك. تمام؟ فأنت ما تقدمش في الفيديو عشان تستفيد، وفي نفس الوقت عشان ما تجيش تسألني أسئلة متكررة. ماشي يا رجالة؟ في الفيديو بتاع النهارده يا ابطال هتكلم عن تاني جزء من اقسام الكليه الحربيه، واللي هو الفنيه العسكريه. تمام؟ انا قلت لك ان الكليه الحربيه بتشمل كم قسم؟ بتشمل 7 اقسام، هقولهم لك على السريع كده. تشمل الجويه والدفاع الجوي والبحريه والحربيه والفنيه العسكريه والتكنولوجيا العسكريه. تمام؟ واخر حاجه الطب بالقوات المسلحه. انا اتكلمت النهارده في الفيديو اللي فات اتكلمت عن كليه التكنولوجيا العسكريه. دلوقتي هتكلم عن الفنيه العسكريه. خلي بالك يا صاحبي معايا وركز معايا عشان ما تسقطش حاجه. تمام؟ الكلام ده اللي انا هقوله ليك دلوقتي ده مش كلام من عندي، دي شروط القبول سنه 2022، وطبعا مش هتفرق حاجه عن 2023 باذن الله، هتكون هي وباذن الله تنزل للناس اللي هي عايزاها تنزل ان شاء الله. تمام؟ الكليه الفنيه العسكريه تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي بالتحديد الرياضة. تمام؟ علم الرياضة، يعني الفنية العسكرية تقبل ثانوية عامة بس علم الرياضة، علم علوم ملوش علاقة بالموضوع ده. ماشي يا رجالة؟ تمام. وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية علمي. مع اللي هي بقى شهادة الثانوية الأزهرية علمي، لأن الثانوي الأزهري يا جماعة ما فيهوش حاجة اسمها علم علوم أو علم الرياضة، أنت بتدخل علمي فبتدرس كله. تمام؟ فأنت دلوقتي خريج علمي أزهر هتقدر تقدم على الكلية التكنولوجيا الفنية العسكرية. ماشي يا رجالة؟ دي أول حاجة. بعد كده والشهادات المعادلة من القسم العلمي. يعني ايه الشهادات المعادلة من القسم العلمي؟ اي شهادة ثانوية عامة قسم علمي، تمام، تقدر تقدم على الكلية الحربية او بمعنى اصح الفنية العسكرية. ماشي يا رجالة؟ طب السن، هنتكلم دلوقتي عن الشروط. عندك انت يا صاحبي السن بيقول لك ايه هنا؟ الا يزيد السن في 1/11/2022 عن 21 سنة. كذلك الامر هتبقى 1/11/2023 ما تزيدش عن 21 سنة. تمام؟ يعني انت لما ربنا يكرمك وتتخرج على طول من الثانويه العامه تقدر تقدم من السنه الاولى والسنه اللي جايه اللي هم سنتين ورا بعض. تمام؟ لان في ناس كتير بتيجي تقدم تمام بعديها ب3 سنين، لا النظام ب3 سنين ده اتغير خلاص كده. هتقدر تقدم السنه اللي انت اتخرجت فيها وتاني سنه على طول. تمام؟ مفيش اي حاجه تاني بعد كده تقدر تقدم عليها، سواء انت خريج كليه او خريج ثانويه عامه. المتاح ليك انك انت تقدم اول سنه وتاني سنه، ما عدا معهد ضباط الصف ومعهد معاونين امن معاك من سن 15 لسن 25 سنه، اما معهد معاون امن من سن 19 لسن 25 سنه، وانا اتكلمت في الحاجات دي الفتره اللي فاتت. تمام يا رجاله؟ طب دلوقتي هنتكلم عن المجموع. بيقول لك ايه هنا؟ وان تكون النسبه المئويه للمجموع 76% فاكثر. يعني ايه 76%؟ يعني انت دلوقتي خريج ثانويه عامه قسم علم الرياضه، فانت لازم تجيب اقل حاجه 76%. ولما يكون مجموعك اكبر طبعا بيبقى لك الاولويه في انك انت تتقبل في الكليه الفنيه العسكريه. تمام يا رجاله؟ ده الشرط الثاني. الشرط الاول السن، والشرط الثاني المجموع. تمام؟ طب انت دلوقتي هتدرس كام سنه في الكليه دي؟ هتدرس كام سنه؟ هتدرس يا صاحبي مده الدراسه 5 سنوات دراسيه. تمام؟ هتدرس 5 سنين في شعبة علم الرياضة اللي انت كنت فيها. تمام. الكلية الفنية العسكرية دي يا رجالة ممكن تسميها كده كلية الهندسة، كلية هندسة بس خاصة بإيه؟ القوات المسلحة. تمام. بيقول لك ايه هنا؟ ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة بتخصصاتها. ازاي بتخصصاتها؟ انت دلوقتي خريج كلية هندسة، مش كلية هندسة احنا عندنا عارفين ان كلية هندسة فيها معماري، فيها مدني، فيها كهرباء مثلا، فيها ميكانيكا، حاجات كتير طبعا كلنا عارفين كده. تمام؟ فانت بتدرس الحاجات دي كلها وهم هناك بيرشحوا لك الحاجه المتاحه ليك. تمام. فانت دلوقتي يبقى لما تيجي هتتخرج باسمك درجه بكالوريوس الهندسه. مده الدراسه انت اصلا مده الدراسه 5 سنين، يعني زيها زي الهندسه بره. تمام؟ يعتبر الكليه الفنيه العسكريه دي مفيش اختلاف فيها ما بين الكليه الهندسه بره او الفنيه العسكريه تبع القوات المسلحه، هي. ماشي يا ابطال؟ ودي حاجه حلوه خالص ليك انك انت تبقى خريج بكالوريوس هندسه تبع القوات المسلحه، بس هي مش هتتقال كده، هي تتقال انك انت خريج بكالوريوس فنيه عسكريه بالقوات المسلحه. ماشي يا رجاله؟ تمام. بعد كده بيقول لك ايه هنا؟ برضو بعد ما تخلص ال5 سنين
اعطاك فرصه حلوه خالص انك انت تكمل تعليم لو انت عايز تكمل تعليم. ازاي بقى؟ بالاضافه الى امكانيه استكمال الدراسات العليا بالكليه، تمام، للحصول على درجه الماجستير او الدكتوراه. يعني دي حاجه حلوه خالص في صالحك انت اللي هتقدم على معهد، او هتقدم سوري على فنيه عسكريه، انك انت خلصت الخمس سنين بتوعك، انت كده خريج بكالوريوس، تمام. انت بقى عايز تكمل وتطور من نفسك، فالكليه الفنيه العسكريه اتاحت لك او اتاحت ليك انت كطالب اتقبلت باذن الله في الكليه دي انك انت تحضر ماجستير وتحضر الدكتوراه. ماشي يا رجاله، فدي حاجه حلوه في صالحك انت. ماشي. دي يا رجاله الفنيه العسكريه. انا اتكلمت كده في الفيديو اللي فات عن الكليه التكنولوجيا العسكريه، والفيديو ده اتكلمت عن الفنيه العسكريه. هجمع لك دلوقتي الشروط بتاعتها على السريع، تمام. اول حاجه الفنيه العسكريه بتشمل علم الرياضه بس، سواء انت ثانويه عامه او ازهريه او ثانويه عامه ما يعادلها من الثانويات العامه او الازهريه، تمام. طبعا الازهريه انت بتقول ما فيش عندنا علم رياضه او علم علوم، احنا بندرس كله. ما هو انت كده لما تدرس كله فانت تقدر تقدم عليها عادي بالعلم الرياضه. ماشي يا رجاله، ما فيش اي مشكله خالص. ده الشرط الاول. الشرط الثاني سنك ما يعديش 21 سنه. فدي معلومه يا رجاله عشان تبقوا عارفينها، انك انت تبقى خريج تقدم اول سنه وتقدم ثاني سنه، ما ليكش تقديم ثاني كده. ماشي يا ابطال، تمام. الحاجه الثالثه اللي هتكلم عليها دلوقتي، الشرط الثالث، المجموع بتاعك لو انت خريج ثانويه عامه او خريج ازهر، تمام، من قسم علم الرياضه او شعبه علم الرياضه، لازم تبقى جايب 76%. فانت ليك الاولويه لما تكون جايب اكتر من كده. فانت طالما جايب اكتر من كده بيبقى لك الاولويه، فحاول انك انت تجيب اكتر من 76%. ماشي يا رجاله، دي 3 شروط. الشرط الرابع او المعلومه الرابعه اللي هتكلم عنها، واللي هي انت لما بتيجي تدرس مده الدراسه كام سنه؟ 5 سنين. لما تيجي تتخرج باذن الله هتبقى ايه؟ خريج بكالوريوس. بكالوريوس هندسه، تمام، باقسامها او بتخصصاتها. زي ما قلت لك عندك هندسه معماريه، مدني، ميكانيكا، كهرباء، الاقسام بتاعتها، تمام. التخصص ده انت ممكن تختاره على حسب المجموع بتاعك لما ربنا يكرمك وتدخل الكليه، او ربنا يكرمك وتقبل في الكليه. ماشي يا ابطال. ده كل ما يخص الفنيه العسكريه. الفيديو اللي فات كان التكنولوجيا العسكريه. باذن الله الفيديو اللي جاي هتكلم عن كليه الطب بالقوات المسلحه. طبعا الكلام ده كله يا رجاله انا مش بجيب حاجه من عندي، انا بجيب الحاجات او بجيب لك الشروط دي والمعلومات دي من صفحه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحه. يعني طبعا الكلام مصدر موثوق 100%. فانت يا صاحبي كل عليك الفتره دي انك انت تجتهد وتشد حيلك عشان ربنا يكرمك وتوصل للحلم اللي انت عايز توصل له باذن الله، وتقبل في الكليه الفنيه العسكريه. ماشي يا رجاله، بالتوفيق ليكم يا ابطال. وان شاء الله يا صاحبي اشوفك كده ظابط قد الدنيا ومحقق كل اللي نفسك فيه. لو انت يا صاحبي عندك اي سؤال، عندك اي استفسار، سيبهولي في الكومنت وانا تحت امرك في اي وقت. ماشي. ما تنساش يا صاحبي تدعمني بلايك واشتراك للفيديو، اشتراك في القناه سوري، ولايك للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بالتوفيق ليكم يا احلى رجاله، وان شاء الله اشوفكم كده من المقبولين في الكليات والمعاهد العسكريه. تحياتي ليكم، طارق البدري.